نبدأ القصة الآن. في شمال إفريقيا توجد دولتان تمتلكان كنزين طبيعيين يغيران موازين الاقتصاد العالمي، المغرب بثروته العظيمة من الفوسفات، والجزائر بعملاقها النفطي والغازي. لكن من الأقوى؟ من يربح أكثر؟ وما الفرق بين البترول الجزائري والفوسفات المغربي؟ رحلتنا اليوم ستكون مليئة بالأرقام والحقائق والاقتصاد. وقبل أن نبدأ، إذا كان يعجبك المحتوى الذي أقدمه لك وترى أن المحتوى يستحق الدعم، فلا تبخل علينا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد فور نزوله. وهيا بنا لنبدأ على بركة الله. نبدأ رحلتنا مع الفوسفات المغربي أولاً، فالمغرب يعتبر القوة الأولى عالمياً في هذا المجال، حيث يمتلك أكبر احتياطي للفوسفات في العالم بنسبة تفوق 70% من إجمالي الاحتياطي العالمي. وهذه المادة ليست مجرد حجر عادي، بل هي أساس الحياة الزراعية، لأنها تدخل في صناعة الأسمدة التي تغذي الأراضي وتزيد الإنتاج الفلاحي. لذلك فهي مرتبطة مباشرة بالأمن الغذائي العالمي، ولا يمكن للدول الاستغناء عنها، لأنها مرتبطة بالغذاء وحياة البشر. المغرب لا يكتفي ببيع الفوسفات خاما فقط، بل يقوم بتحويله وتصنيعه إلى منتجات ذات قيمة مضافة كبيرة، وهذا ما يجعل دخله أكثر استقراراً. فقد حقق قطاع الفوسفات في بعض السنوات القوية مثل سنة 2022 عائدات وصلت إلى حوالي 11 إلى 13 مليار دولار، وفي سنوات أخرى تتراوح المداخيل غالباً بين 7 و10 مليارات دولار حسب تقلبات السوق. ومع ذلك يبقى قطاعاً مستقراً، لأن الطلب على الغذاء دائم لا يتوقف. كما يصدر المغرب فوسفاته إلى دول كبرى مثل الهند والصين والبرازيل وعدد كبير من الدول الإفريقية والأوروبية والآسيوية، وهو ما يمنح المملكة وزنا اقتصاديا واستراتيجيا مهما. أما الجزائر فهي من أقوى الدول الإفريقية في مجال الطاقة، إذ يعتمد اقتصادها بشكل كبير على البترول والغاز الطبيعي اللذين يشكلان شريان الاقتصاد الوطني، وتحقق الجزائر من خلالهما مداخيل ضخمة تتغير حسب أسعار النفط العالمية. ففي السنوات التي ترتفع فيها الأسعار يمكن أن تصل العائدات إلى أكثر من 50 أو حتى 60 مليار دولار، بينما تنخفض في السنوات التي تهبط فيها الأسعار، لكنها تبقى كبيرة مقارنة بالعديد من الدول. وتعتبر الجزائر مصدراً مهماً للطاقة، خاصة نحو أوروبا، حيث تصدر الغاز والبترول إلى دول مثل إيطاليا وفرنسا وإسبانيا، إضافة إلى زبائن آخرين عبر العالم. كما تعتمد داخليا على هذه الثروة لتوليد الطاقة وتشغيل المصانع وتمويل مشاريع الدولة، مما يجعل تأثيرها مباشرا على الاقتصاد الوطني وحياة المواطنين. وعند الوصول إلى المقارنة بين الثروتين، يمكن القول بوضوح إن الجزائر غالباً أقوى من حيث حجم الدخل المالي المباشر، لأن البترول والغاز أغلى سعراً عالمياً ومداخيله أكبر بكثير. لكن في المقابل يبقى هذا القطاع حساساً جداً، ويتأثر بالحروب والأزمات الاقتصادية وأسعار السوق، وكذلك بالاتجاه العالمي نحو الطاقات المتجددة مستقبلا. بينما المغرب يمتلك ثروة أكثر استقرارا على المدى البعيد، لأن العالم قد يجد بدائل للطاقة، لكنه لن يجد بديلا عن الغذاء، وبالتالي سيبقى الفوسفات عنصرا أساسيا في الزراعة العالمية. ومع استراتيجية المغرب في التصنيع بدل بيع المواد الخام، فإنه يضمن قيمة مضافة واستقرارا اقتصاديا مهما. خلاصة القول إن الجزائر تعتبر الأقوى دخلا ماليا اليوم بسبب ضخامة مداخيل الطاقة، بينما المغرب يمتلك قوة اقتصادية استراتيجية مستقرة ومتصاعدة على المدى الطويل بفضل الفوسفات وصناعته التحويلية. وهكذا نجد أن كل دولة تمتلك مسارا اقتصاديا مختلفا، لكنها تشكل قوة كبيرة في شمال إفريقيا والعالم العربي. وإلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة. أتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم، ولا تنسوني بدعمكم، ومرحبا بكم وبكل اقتراحاتكم في التعليقات. كان معكم
عبد الجليل صاحب قناة الأسد الحديدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.